معايا 4 أخبار للنادي الأهلي. أولهم في ناس اتكلمت وقالت إن لو زيزو فعلا مضى للأهلي هتبقى في كارثة على النادي الأهلي، أو الكارثة الأكبر على زيزو عموما. هيبقى عليه غرامات وحاجات زي كده، والنادي الأهلي برضه هيبقى عليه غرامات لو ثبت إن تم التوقيع مع النادي الأهلي قبل ما يخلص مع نادي الزمالك، قبل ما يخلص عقده. قلنا إن عقد زيزو مع الأهلي خرافي، فلوس كتير. طيب عشان كده حصل اللي هتشوفوه في اول خبر معانا النهارده عن احمد الشناوي حارس المرمى، محمد الشناوي قصدي، حارس مرمى النادي الاهلي. اول خبر بيقول لك الاهلي يرفع عقد الشناوي الى 60 مليون جنيه سنويا بسبب فتنه زيزو. انت متخيل يعني ايه 60 مليون جنيه سنويا في لاعب؟ والله انا مقدر تاريخك يا شناوي وانك كويس وكل حاجه وهو رزقك وكل حاجه، ولكن انت ما تستاهلش 60 مليون. انت ما تستاهلش 30 مليون، ما تستاهلش ال 20 مليون. مفيش لاعب في مصر اساسا يستاهل اكتر من 10 مليون جنيه. ده كتير، ده كتير عموما.